السلام عليكم. كاين خبر مهم بزاف كيهم عدد كبير من المغاربة، خصوصا أصحاب العقارات والشركات. ابتداء من فاتح يوليوز عام 2026 غادي يدخل حيز تنفيذ نظام جديد متعلق بواجبات الكراء المهنية، وهو الاقتطاع من المنبع بنسبة 5%. بمعنى آخر، فبعض حالات الكراء الشركة اللي كتخلص الكراء ما غاديش تعطي المبلغ كامل للمكري، بل غادي تقتطع 5% وتخلصها مباشرة للإدارة الضريبية. باش نفهم أكثر ناخذ مثال بسيط. إذا كانت شركة كتكري محل تجاري بثمن 10,000 درهم شهريا، فالماضي كانت كتخلص 10,000 درهم كاملة للمكري. أما بعد دخول النظام الجديد غادي تخلص للمكري 9,500 درهما فقط، بينما 500 درهم غادي تحولها مباشرة للإدارة الضريبية. مثال آخر: شركة كتستغل مستودع أو مخزن بثمن 20,000 درهم شهريا، المكري غادي يتوصل ب19,000 درهم شهريا، و1000 درهم غادي يتم اقتطاعها وتحويله للضرائب. وهنا كاين سؤال مهم: واش هاد 5% ضريبة جديدة؟ الجواب هو لا، هذا المبلغ ماشي ضريبة إضافية، وإنما تسبيق على الضريبة اللي أصلاً خاص المالك يخلصها وفق القانون. الهدف من هذا الإجراء هو تحسين مراقبة التصريحات الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي وضمان استخلاص الضرائب بطريقة أكثر فعالية. ولكن خاص نوضح نقطة مهمة: الأشخاص اللي كيكريو شقق أو منازل لأشخاص عاديين ماشي هم المعنيين مباشرة بهذا الإجراء. الحديث هنا كيركز أساسا على بعض الكراءات المهنية والتجارية بين الشركات والمهنيين. الدولة غادية تطبق هذا النظام بشكل تدريجي على مراحل، باش الشركات والمؤسسات يكون عندها الوقت الكافي للتأقلم مع القواعد الجديدة. هذا القرار خلق نقاش كبير بين المهنيين وأصحاب العقارات. كاين اللي كيشوفوا أنه غادي يساعد على تحقيق عدالة ضريبية أكبر، وكاين اللي كيشوف أنه غادي يزيد من التعقيدات الإدارية. والآن الدور ديالكم، شنو رأيكم في هذا القرار؟ واش كتشوفوا أنه خطوة إيجابية لمحاربة التهرب الضريبي؟ ولا كتشوفوا أنه غادي يخلق مشاكل جديدة للمكترين والملاك؟ كتبوا رأيكم في التعليقات، وما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتوصلكم آخر المستجدات القانونية والاجتماعية بالمغرب.